هم نجوم لم يعلم الناس الكثير عن حياتهم الشخصية ولا طبائعهم الإنسانية. بعضهم كان خفيف الظل في الواقع وبعضهم كان رقيق المشاعر، وكلهم كانوا نجوما كبارا أثروا في السينما المصرية بأعمال خلدها التاريخ ورسخت في وجدان وذاكرة المصريين. ولكن على الرغم من ذلك لم يسلم هؤلاء أن يوصموا بالرخامة، حيث أن معظم الأدوار التي قدموها من خلال الشاشة الفضية كانت أدوار لشخصيات ثقيلة الظل. صلاح نظمي صاحب أشهر تهمة رخامة في تاريخ السينما المصرية. وترجع الواقع عندما سئل عبد الحليم حافظ في أحد البرامج من هو أرخى ممثل في السينما المصرية، فأجاب عبد الحليم بثقة: صلاح نظمي. جن جنون صلاح نظمي بعد سماع ذلك التصريح، وقرر أن يذهب إلى محكمة الجنح ليقيم دعوى سب وقذف ضد العندليب يتهم فيها بتعمد إهانته. وعندما وصلت أوراق الدعوى إلى عبد الحليم أسرع إلى بيت صلاح نظمي وفاجأه بقائلا: أنت جننت يا صلاح، أنت رخم فعلا. زين العشماوي اشتهر أيضا زين العشماوي بأدوار الشخص الشرير والمتحرش تحديدا اللزج، فلا أحد ينسى دوره عندما كان دائما التحرش بيسرى في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة بطولة عادل إمام. مجدي وهبة لم يحظى أي فنان بهذا القدر من الكره من قبل الجمهور كما حظي الفنان مجدي وهبة، فمعظم أدواره كانت تجسد الشخص الشرير الذي كان دائما الغدر بكل من حوله، كما حدث في فيلم حنفي الأبهة عندما غدر بزميله في الإجرام عادل إمام، وهذا إضافة إلى طريقته الأحادية والمستفزة في التمثيل، حيث كان لا يجيد سوى أن يبرق عينيه وينظر شزرا إلى الشخص الذي أمامه، هذا بالإضافة أيضا إلى شنبه الذي كان علامة مسجلة في السينما المصرية. حاتم ذو الفقار لم ينافس مجدي وهبة في عالم الشنبات سوى حاتم ذو الفقار، فشنبه كان رمزا للغلاسة والاستفزاز، مع العلم بأن شنب زين العشماوي خارج إطار المنافسة من الأساس. حاتم كان أيضا ذلك الشخص الشرير غالبا في كل الأدوار التي قدمها للسينما، وتجلى ذلك الشر في فيلمي حتى لا يطير الدخان والغول. أما في فيلم جزيرة الشيطان فجمع حاتم ذو الفقار بين موهبتين في الوقت نفسه: الشر والرخامة، حيث كان بالنسبة لجميع الأبطال الفيلم ومنهم عادل إمام وجمال إسماعيل ونهى العمروسي وأحمد راتب شخصا ثقيل الظل تحول إلى وغد بعدما حاول اغتصاب يسرى. عبد المنعم إسماعيل من أشهر الوجوه السينمائية في عالم الأبيض والأسود، واشتهر أيضا بشخصية السخيف كما جاء في كتاب المصطلحات الشعبية المصرية. كمال حسين إنه عطية تاجر المخدرات السئيل في فيلم ليلى بنت الشاطئ، الذي استغل طيبة عباس فارس والد ليلى مراد واستغل قاربه في نقل المخدرات. ظهر كمال حسين أيضا في العديد من الأعمال بشخصيات مشابهة وحظى بقدر لا بأس به من كره الجمهور. عمر ذو الفقار هل تتذكر شقيق مجدة في فيلم المراهقات؟ إنه عمر ذو الفقار ذلك السخيف المتسلط والرجعي الذي كان دائما العكننة والتنكيد على أخته الرقيقة الحالمة، مما دفعها إلى الهرب مع حبيبها رشدي أباظة. محمد الديب نجم كبير أسرى الفن السابع بأكثر من 120 فيلما بأداء عبقري، لكنه اشتهر أيضا بشخصية السخيف والمستفز. سيد عبد الغني بدلة بيضاء رابطة عنق بيضاء جزمة بانس بيضاء، قلب كل ذلك على بعض يعطيك نجما بحجم سيد عبد الغني. من يعرف سيد عبد الغني في الحقيقة يجده إنسانا شديد الرقي في الأدب والذوق، لم يترك عمله الأساسي كصحفي في الأهرام حتى الآن، حيث يشرف على صفحة فنية أسبوعية تصدر ضمن الأهرام المسائي. كرم مطاوع عملاق الإخراج المسرحي وأستاذ التمثيل والمثقف الواعي، هذا هو النجم الكبير الراحل كرم مطاوع الذي لم يسلم أيضا من وصمه بالرخامة على الرغم من كل ذلك. هل يرجع ذلك إلى أدائه المسرحي المبالغ فيه والذي قد لا يتناسب مع الشاشة الفضية؟ هل مثل ملامح وجهه تدفعك إلى أخذ ذلك الانطباع؟ لا أحد يعلم، ولكن ما حدث هو أنه دخل كرم مطاوع موسوعة الرخماء في تاريخ السينما. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.